كتلة صغيرة بتظهر فجأة جنب المفصل، ممكن في الإيد أو الكاحل، وأحيانا تظهر في الكوع أو الركبة. في أغلب الحالات ما بتسببش ألم وناس كتير بيكتشفوها بالصدفة، لكن في حالات معينة تضغط على وتر أو عصب جريء ويحصل ألم أو تنميل أو إحساس بعدم الراحة، خصوصا مع الحركة أو الضغط عليها. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الكيس الزلالي وليه بيظهر وإزاي بيتعالج. جوه المفصل في حاجه اسمها الغشاء الزلالي، ده وظيفته ان يفرز سائل عشان يخلي المفصل يتحرك بسلاسه ويقلل الاحتكاك ويغذي الغضاريف اللي جواه. لو حصل بروز او فتق في الغشاء ده او في كبسوله المفصل اللي بتحافظ على السائل جواه، السائل ده يخرج ويتجمع في الانسجه اللي حوالين المفصل ويظهر عندنا الكيس الزلالي. مفيش سبب مؤكد 100% بيفسر ليه الحكايه دي حصلت، بس في عوامل بتساعد زي اجهاد المفصل او الاصابات القديمه او التهاب المفاصل. في نوعين من الناس اللي عندهم الكيس الزلالي. النوع الاول وده الاغلب ان الكيس ما بيسببش اي مشكله، لو انت من النوع ده احمد ربنا وسيبه في حاله وممكن يختفي لوحده مع الوقت. النوع الثاني وبالنسبه الاقل ان الكيس الزلالي ممكن يكبر في الحجم او يضغط على وتر او عصب قريب زي ما قلت لك، او يكون في مكان بيحتك بالحركه على طول. خليني الاول اقول لك على شويه نصايح تعملهم في البيت، وبعدين نعرف طرق العلاج وايه مميزات وعيوب كل طريقه. اول حاجه، حاول تقلل الضغط على المفصل المصاب على قد ما تقدر، وممكن تعمل كمادات بارده تهدي الالم والتورم. ثاني حاجه، لو الكيس بيسبب الم مع الحركه ممكن نلبس جبيره او دعامه عشان نثبت المفصل ونقلل الحركه اللي بتستفز الكيس. وخلي بالك ما تلبسهاش دايما عشان ما تسببش تيبس للمفصل او ضعف في العضلات. والعلاج التحفظ اللي احنا قلناه ما جابش نتيجه، ندخل على العلاج التداخلي. اول طريقه وهي الشفط او البذل. الدكتور بيعقم الجلد كويس ويدخل بابره يسحب السائل من جوه الكيس. ميزه الطريقه دي انها بسيطه وبدون جراحه وبتدي راحه سريعه، لكن عيبها ان نسبه رجوع الكيس تاني بتبقى عاليه، بتوصل من 30 ل 50%. ثاني طريقه وهي الحقن بالكورتيزون. الدكتور يسحب السائل الاول ويحقن مكانه كورتيزون، ممكن في بعض الحالات يحقن كورتيزون من غير ما يفرغ السائل اللي جواه. ميزته انه سريع وبرده مش بيحتاج تدخل جراحي، بس برده بيستمر نسبه رجوع الكيس بتفضل عاليه. ندخل على اخر مرحله لو العلاج التحفظي والتداخلي فشل، وهي الجراحه. الجراح بيشيل الكيس بالكامل ومصدر اتصاله بالمفصل او الوتر. ميزه الجراحه انها علاج نهائي ونسبه رجوع الكيس قليله، ممكن من 10 ل 15%. بس كده. يا رب يكون الفيديو مفيد، وما تنساش تشترك في القناه عشان المعلومات توصل لغيرك.